رأى مواطنون جزائريون تحدثوا للعربية أن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لن يكون نهاية للإرهاب في العالم. ممكن أنها تكون نهاية للإرهاب، وممكن أنها تكون بداية جديدة لإرهاب آخر من نوع آخر. هناك تطرح إشكالية أولا عن وجود هذا الشخص بالذات. هل أسامة بن لادن حقيقة شخصية موجودة حقيقة، أم هو شخصية مصطنعة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تبرير تدخلات في مختلف مناطق العالم، أفغانستان أو منطقة الساحل الإفريقي أو مختلف مناطق في العالم؟ ومقتل كما يرى البعض مقتل بن لادن لا يعني نهاية الإرهاب في العالم. تنظيم القاعدة لا يتمثل في شخص واحد هو أسامة بن لادن، بل هناك تنظيم، هناك شبكة إن صح التعبير. يمكن أن نقول أنها شبكة عالمية لديها تنظيم، لدينا الظواهر، لدينا حتى ولو تم اغتياله سيعلن في القارب العاجل عمن يخلفه بالتأكيد يعني. وهو يمثل بشكل كبير أو بشكل آخر هو رمز للإرهاب في العالم. وعسب تصريحات رئيس باكستاني أنه قال بأن إذا بموت بن لادن ربما يعم السلام، لكن بن لادن هو شخصية واحدة، لكن هناك آلاف من بن لادن في العالم، ليس فقط مسلمين، هناك حتى منهم أصوليين ومن يمكنهم أن ينشروا الإرهاب في العالم.